السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم حبايبي طلاب الصف العاشر؟ اليوم نأخذ الوحدة الثالثة، السلامة المهنية. كثير بسيط وكثير سهل، وبسرعة إن شاء الله راح نخلص الدرس، واللي حاب ياخذ الحل موجود، بس قدم الفيديو وبتلقى الحل. يلا خلينا نبلش قراءة مع بعض. بين يدي النص: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. وهذا مقال يلقي الضوء على أهمية السلامة المهنية التي تتضمن صحة الأفراد العاملين وسلامتهم في بيئة العمل. ولتعزيز سلامة الموظفين تسن القوانين والأنظمة لمنع انتشار الأمراض والحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها في مكان العمل. باختصار هذا بدي احكي لك عن انه بكره بتصيروا كثير ناس راح تروح على الورشات، وعلى واقع سواء حبيته او ما حبيتش، فدير بالك على حالك. هاي هي كل القصة. السلامة المهنية إجراءات مهمة تهدف إلى حماية العاملين في المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابة العمل أو وفاته أو أضرارا لممتلكات المنشأة. هذا تعريف السلامة المهنية، وهذه الإجراءات تترسخ بمعايير واشتراطات عدة يجب اتباعها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ولا يخفى على أحد أن اختراع الآلات الحديثة في المصانع والمزارع ومرافق الحياة المختلفة يعد سيفا ذا حدين، فمن جهة وفر الوقت والجهد، ومن جهة أخرى زاد حدة حوادث العمل، وأخذ شبح الخطر يهدد حياة العاملين. ما حدا بالدول الإسراع في سن قوانين وتشريعات تلزم أرباب العمل بتعويض المصابين عن الحوادث حتى لو كانوا سببا فيها. وحينئذ أخذ أصحاب المصانع بتحسين ظروف العمل تقليلا للتعويضات التي يدفعونها للمصابين، ما قلل من عدد الإصابات. فالسلامة المهنية والاهتمام بها في أي مؤسسة يعد ملمحا من ملامح التطور الإداري، ومظهرا من مظاهر التخطيط الاقتصادي الناجح، كما يعد انعكاسا للوعي العام بأهمية السلامة ودورها الفاعل في التنمية المستدامة. فالسلامة المهنية بمفهومها الحديث والشامل تعني رعاية عناصر الإنتاج الرئيسة، وهي الإنسان داخل المؤسسة وخارجها، والمواد الخام والمواد المنتجة والمعدات وأدوات الإنتاج والبيئة المحيطة. فالعامل ثروة حقيقية ومحور رئيس للإنتاج في مواقع العمل المختلفة. فالأجهزة والأدوات والآلات مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها ليست ذات جدوى لم يتوافر العقل البشري الذي يحركها ويوظفها ويصونها. وبما أن العقل البشري على درجة كبيرة من الأهمية، فمن العدل والإنصاف أن تتوافر له ظروف العمل الآمنة الكفيلة بتحقيق الدرجة المناسبة من الأمان عند ممارسة العمل. فليس غريبا أن يحظى الإنسان في الإسلام باهتمام بالغ، فهو ميراث الأمة الذي أودع الله فيه من الصحة والعقل ما يؤهله لإعمار الأرض. فقد أرست آيات القرآن الكريم كثيرا من مبادئ السلامة وقواعدها التي تعنى بالمحافظة على النفس البشرية والحث على وقايتها، وهذه الآيات تعد منطلقا لتحقيق الوقاية والسلامة في مجالات العمل. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولا تقتصر السلامة المهنية على أماكن العمل في الشركات أو المصانع، وإنما تدخل في مجالات الحياة كلها. السلامة المهنية بتهدف إلى حماية الإنسان من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، كما تهدف إلى الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والدمار. وبما تهدف إليه السلامة المهنية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية كافة، وتنفيذها الأمر الذي يكفل غرس الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم، والحد من نوبات القلق والفزع التي تنتابهم وهم يتعايشون بحكم ضرورات الحياة، مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم، وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة. ومما لا شك فيه أن سلوك الإنسان غير الرشيد في تعامله مع الأدوات والآلات في سوق العمل يوقعه في شرك أخطائه. لذلك لا بد من التركيز على متطلبات السلامة المهنية التي تشمل موقع المؤسسة المهنية ومبانيها وورشها وصالاتها وأثاثها ومعداتها،
إضافة إلى ذلك لابد لأصحاب العمل من اتخاذ بعض الإجراءات التي هي أساس الأمن والسلامة المهنية، منها توعية العاملين بمفهوم السلامة المهنية، تقدير الأخطاء وتخمينها وتعرف مصادرها، ووضع خطة للسلامة، وتشكيل فريق لإدارة الأزمات كل عضو فيه له مهمات واختصاصات ويظهر دوره عند حدوث أي طارئ. إن التزام العاملين بالإرشادات واللوائح المعتمدة داخل المؤسسة يساعد على ضمان السلامة المهنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتداء الزي المناسب للعمل، وعدم تناول الأطعمة والمشروبات إلا في الأماكن المخصصة داخل المؤسسة. ومما يضمن سلامة الإنسان تصرفه بطريقة جدية ومسؤولة في أوقات العمل جميعها، وكذلك تجنب استخدام الهواتف المحمولة إلا في نطاق ضيق ولأمر ملح، وكذلك عدم لمس الأجهزة الموجودة بالمؤسسة إلا بتوجيهات من المسؤول عنها، وعدم التنقل من مكان إلى آخر إلا لضرورة يتطلبها العمل. ومما يضمن سلامة الإنسان المهنية إعادة الأجهزة والأدوات إلى أماكنها، وتأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية، إغلاق صنابير المياه، صمامات الغاز قبل مغادرة العمل، والإبلاغ فورا عن وقوع أي أمر ينذر بخطر. ومما يساعد على ضمان تحقيق أو تحقق السلامة المهنية عدم تشغيل الأفراد وهم غير قادرين على العمل الموكل إليهم بشكل صحيح وسليم، وتعيين الفرد المناسب في الموقع المناسب له مع تدريبه على أسلوب العمل الصحيح قبل مباشرته له، واستمرار مراقبته لضمان سلامته، وتوفير وسائل الوقاية من الحريق والانفجارات في مواقع العمل، مع تدريب العاملين على كيفية استخدامها، وأن يكون هناك صيانة دورية للمعدات والأجهزة. ولكي تتحقق الأهداف السابق ذكرها لا بد من التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت، والتشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء، مع توفير الأجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة المهنية. ومن الجدير بالذكر أن برامج إدارة السلامة المهنية المتحدثة باللغة العربية قليلة جدا، ويعزى ذلك إلى كون مفهوم السلامة المهنية غير ناضج في الدول العربية ومنطقة شرق المتوسط، ما يؤدي إلى ضعف الإلمام بهذه الأنظمة وتطبيقاتها في العالم العربي، وهذا يؤثر سلبا في مهارات مسؤولي السلامة العامة في المنطقة واعتمادهم أساليب تقليدية وعقيمة في إدارة مفهوم السلامة المهنية. كل هذا كتابة يعني باقين لهم خاطر يكتبوا. طيب يعني كل الحكي هذا باختصار شو تعرف السلامة المهنية، والعاملين ليش مهم انهم يطبقوا السلامة المهنية، وهي أهمية العامل. لازم دائما هو الإنسان هو أهم إشي ربنا حطه قال في على حكيهم يعني في الكون يعني هيك باختصار. والسلامة المهنية مش بس إنه بس في العمل في الشركات والمصانع، في كل مجالات الحياة. وسلوك الإنسان غير الرشيد راح يدفع ثمنه، ديروا بالكم. وأهم شيء الالتزام، لأن العاملين بالإرشادات واللوائح دائما كمان بيساعد على على السلامة. وأيضا اللي هو إنك ما تشغل يعني ناس في إشي هم ما بيقدروا يشتغلوا، يعني حط المكان العامل السليم في المحل السليم، هذا هو في العمل السليم باختصار. طيب نروح على الإشي المهم إلكو كمان المهم، الفهم والتحليل واللغة. نجيب عن الأسئلة الآتية: ماذا تعني السلامة المهنية؟ إصدار القوانين والنظم لحماية العمال. ما المحور الرئيسي للإنتاج في مواقع العمل؟ العمال. إلى أي مدى يلتقي مفهوم السلامة المهنية مع تعليم الدين الإسلامي؟ لقد أرسلت آيات القرآن الكريم كثير من مبادئ السلامة وقواعدها التي تعنى بالمحافظة على النفس البشرية والحث على وقايتها، وهي الآيات تعد منطلق لتحقيق الوقاية والسلامة في مجالات العمل، ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومنها قوله تعالى: أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هاي من متطلبات السلامة المهنية، يعني بس انقل الآيتين هذول يخلف عليك. نذكر متطلبات السلامة المهنية. شو متطلباتها؟ اللي هي توعية العاملين بمفهوم السلامة المهنية، تقدير الأخطاء وتخمينها وتعرف مصادرها، ووضع خطة للسلامة، وتشكيل فريق لإدارة الأزمات كل واحد منه له مهمات واختصاصات ويظهر دوره عند حدوث أي طارئ،
ما دلالة العبارة الآتية يضرب بها عرض الحائط، بمعنى على الإهمال وعدم الالتزام بالتعليمات والنظم. برأينا هل تتوفر شروط السلامة المهنية في مؤسساتنا الصناعية؟ لا، هذا حسب رأيك. ماذا يحدث لو تجاهل العمال مبادئ السلامة المهنية؟ فإنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. نوضح جمال التصوير فيما يأتي. السلامة المهنية تكفل غرس الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين. إنه يعني شبه السلامة المهنية بإنسان يغرس، وشبه الأمان والطمأنينة بنبات يغرس، وقلوب العاملين بأرض تزرع. يتعايش العمال مع الآلات وأدوات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم. شبه الآلات والأدوات بإنسان يتعايش معه العامل. من مؤشرات نجاح الدول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ندلل على ذلك من النص. إنك ما تشغل الأفراد وهم غير قادرين على العمل الموكل إليهم بشكل صحيح وسليم. تعيين الفرد الجديد في الموقع المناسب له مع تدريبه على أسلوب العمل الصحيح قبل مباشرته له. إن وقع على أحدنا الاختيار ليكون عضوا في فريق السلامة المهنية مع عناصر الخطة التي نقترحها للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في مدرستنا. تشكيل فريق السلامة المهنية، توزيع المهام على الفريق، ووضع جدول زمنية لتنفيذ المهام، وحصر الجوانب التي قد تهدد السلامة المهنية في المدرسة. ثالثا اللغة. نوضح الفرق في المعنى بين ما تحته خط. على الدول سن. إيش يعني سن؟ إصدار. أيوة، سن القوانين بمعنى إصدار القوانين. عندما بلغ حسام سن الشباب يعني عمر الشباب. للإنسان البالغ 32 سن 32 مفرد أسنان سنهان. وسن الجزار سكينة بمعنى أمضى يعني مضاها، هيك معناها، أو أحدها زي ما نقولوها، زاد حدتها. لابسا. شو يعني رأيت العامل لابسا؟ كيف رأيت العامل لابسا؟ اسأل بكيف، فهي بتكون حال وهو منصوب. ما نوع الواو في وهم؟ هاي واو عطف أو آسف تمام. عدم تشغيل الأفراد وهم 100%. هاي واو الحال أنا آسف حقه علي. الفهم والتحليل واللغة. نختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. علامة تدل كلمات. لا، هذا شوي هنا من نروح اللي بعده. يلا هون نروح على مرارة أب لأمية ابن أبي الصلت. أيوة، هذا معناتها المعلقات. طيب، أمية بن أبي الصلت شاعر مخضرم من أهل الطائف، عاش في الجاهلية والإسلام، وهو واسع الثقافة متعدد الأغراض، له ديوان شعر مطبوع. وفي قصيدته التي بين أيدينا يرسم الشاعر صورة حية تعبر عن حالة اجتماعية قد تظهر أحيانا، وهي عقوق الأبناء لآبائهم، مع أن الآباء لا يقابلون ذلك بغير الإشفاق دون أن يقسو منهم قلب ولسان. يحكي كيف بده يعاتب ابنه. طيب بعينكم الله، يعني يمكن مقراهاش صحيح، حاولوا معي أو حاول لوحدك. غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل. إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغلظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. زعمت بأني قد كبرت وعبتني، ولم يمض لي في السن 60 كمل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل. تراقب مني عثرة أو تنالها، هبلتها وهذا منك رأي مضلل. تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. ولكن من لا يلقى أمرا ينوبه، بعدته ينزل به وهو أعزل. هاي قصيدة يعني لطيفة، وكلمات يعني فيها كلمات غريبة، بس نحاول يعني نعطي الأفكار للقصيدة، يعني أفكار عامة.
طيب باختصار هم بيحكي له إن جبتك مولود وكبرتك عندي وتشرب كمان بكل إشي بعطيك إياه، وإذا كان ليلة شكيت فيها ضليت أنا ساهر بتململ سهران معك. طيب زي أني المطروق، يعني أنا المصاب دونك، يعني زي كأني أنا المصاب. أيوة، وعيني بتدمع يعني، وخاف الردى نفسي عليك، يعني نفسي بتخاف عليك من كل إشي. إن الموت حتم مؤجل، يعني إيش؟ عشان تعرف إن الموت هذا قضاء مؤجل. فوانت يوم ما كبرت وصلت للمدى ما كنت فيك أؤمله، يعني اللي بقيت أتأمله، أيوة جعلت جزائي إيش منك جبها، يعني الجزاء اللي أنا كنت بستناه منك اللي هو مقابلة بما أكره، يعني شغلات بتكرهها أو غلظة شدة، زي كأنك أنت المنعم المتفضل. زعمت بأني قد كبرت وعبتني، يعني فكرت إن أنا كبرت وعبتني، ولم يمضي لي في السن 60 كمل، وأنا لسه ما كملش 60. فليتك إذا لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، يعني إذا بدك تشتغل إني أنا أبوك اعتبرني زي اللي جار، أعطيني حق الجوار. أيوة، وما يعني المال وتبخل عليه زي ما بدك. سميتني باسم المفند رأيه، المفند رأيه يعني الضعيف رأيه، والتفنيد الضعف إيش فيك، يعني زي ما أنت لو كنت بتعقل بتراقب مني إن بتستنى إني إيش عثرة أو إني أنهبل، يعني هيك باختصار. وهذا رأي شمالة مضلل، ومنشوفه مستعد للخلاف برد على أهل الصواب موكله، يعني إنه يرد على إيش على الصواب. ولكن من لا يلقى أمرا ينوبه بعدته ينزل به وهو أعزل، واللي ما بلقى موضوع بزعجه بعدته بنزل وهو أعزل بدون ولا إشي. إذا ورد في البيت العاشر كلمة التفنيد، والتفنيد أصلها فند، ونقول فند ضعف رأيه، وفند أتى بالباطل، والمفند ضعيف الرأي، وفند فصل شيئا عن شيئا. وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، بمعنى إنه كان العير يعني راحت هذول الناس والقافلة اللي كانوا فيها، قال أنا بجد ريح يوسف لولا ما أنتوا أضعفتوا الرأي وأبطلتوا. طيب نروح على الفهم والاستيعاب والتحليل واللغة. علامة تدل كلمة أتململ في البيت الثاني على القلق. ما معنى كلمة جزائي في البيت السادس ثوابي؟ ما المقصود بكلمة ترعى تحفظ؟ نذكر الأبيات التي تعبر عن كل فكرة من الأفكار الآتية. البيت السادس لخيبة أمل الأب: جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل. موقف الابن مع أبيه: زعمت بأني قد كبرت وعبتني ولم يمض لي في السن 60 كمل. كبر لكم إياها عشان توضح. أو البيت العاشر: وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل، تراقب مني عثرة أو تنالها، هبلت وهذا منك رأي مضلل. طيب رعاية الأب وابنه وخوفه عليه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. نوضح المعنى الذي قصده الشاعر في البيت الثاني عشر، أنه رعايته صغير السن، وذكر فضله على الابن واتهامه والاستعداد للخصام، واستعداد ابنه للخصام والتحفز. هذول هما اللي قصدهم. نفكر ثم نجيب عن الأسئلة الآتية. لماذا عاتب الشاعر ابنه؟ لأنه لاقى منهم المعاملة الخشنة والغليظة. من وسائل التربية السليمة النصح والإرشاد، والمعاتبة اللينة الرقيقة، والبعد عن العنف. ما الخطوات التي اعتمدها الشاعر في تربية ابنه؟ اتبع الشاعر وسائل تتلائم مع أساليب التربية الحديثة، فقد بدأ فضله على ابنه وكيف رعاه صغيرا واعتني به عناية كبيرة، ثم عاتبه عتابا رقيقا وعلل أسباب عتابه له.
ثم نصحه ووجهه نحو الطريق الصحيح للتعامل معه. انتقل الشاعر من التقرير والخطاب إلى الحوار. نعلل ذلك لأنه كان يتحدث عن حقائق واقعية، والحوار ليتقرب إلى ابنه ويظهر ديمومة العلاقات بينهما رغم مواقف الابن مع أبيه. قال الشاعر: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل. وقال الشاعر معن بن أوس في قريب الله: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان. نوازن بين القولين من حيث المعنى، ثم نبين أي منهما أكثر تأثيرا من الآخر. القولين بتشابهوا إن عن نكران الجميل من قبل بعض الأبناء أو الأقارب، ولكن قول أمية ابن أبي الصلت أكثر تأثير. ليه؟ لأنه بتوجه في الخطاب إلى ابنه مباشرة وليس بضمير الغائب، كما أنه تميز برقة العتاب. بينما معن ابن أوس كان حادا في عتابه، وظهر كأنه يمن على الطفل بتربيته له وإطعامه. نوضح جمال التصوير في العبارتين الآتيتين: ليلة نابتك بالشكو، شبه الليلة بمرض أصاب ابنه. تراقب مني عثرة، بمعنى شبه أخطاء بعثرة يترقبها الابن. اللغة نحدد الفرق في المعنى بين كلمتي اختلاف وخلاف، ونضع كل منهما في جملة مفيدة. الاختلاف بمعنى تنوع وتباين، اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. خلاف يعني نزاع، حدث خلاف بين الجيران بسبب الأطفال. نبين جذر الكلمات الآتية: الجار والمجاور والجائر بمعنى جورة. جورة هو الإجابة. نصل كل عبارة في العمود الأول بما يناسبها من الأساليب في العمود الثاني. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي التمني. ليت حرف تمني، وإنها حرف توكيد، هذا توكيد أكيد، فإنها كأني تشبيه. إذا ليلة شرط. نعم، أضول كلية من الأحرف حتى دوما تقرأ الجملة. طيب نشوف مع بعض. هذا النداء. النداء شو يعني النداء؟ يا أربابة، أسربة، أي بني، أيا، يا مريم، يا غلام، مناضلان، عابدون، مسلمات. هذا المنادى وذاك أحرف النداء. إذا النداء تنبيه المخاطب عشان يسمع ما يريد المتكلم بواسطة حرف من أحرف النداء، ومنها الهمزة وأي، وتستعمل للمنادى القريب، وأيا للمنادى البعيد ويا. إذا الهمزة وأي قريب، وأيا ويا للبعيد، وهي الأكثر شيوعا، وتستعمل للمنادى القريب والبعيد. المنادى الاسم الذي يذكر بعد أداة النداء، ممكن يجي منصوب إذا جاء مضاف، مثل يا صلاح الدين، ضاقت لك البلاد، أو شبيه بالمضاف، يا واسعا سلطانه، انصر كل مظلوم. ومبني على ما يرفع به في محل نصب إذا جاء علم مفرد، مثل يا علي إن النجاح مثابرة، يا عليان إن النجاح مثابرة، يا عليون إن النجاح مثابرة. أو نكرة مقصودة، مثل يا شامت إن الأيام دول، يا شامتان الأيام دول، يا شامتون الأيام دول. هذا كلياته تكون حافظه. شو صور المنادى؟ بيجي منصوب، شبيه بالمضاف، هي بيجي مضاف أو شبيه بالمضاف، ومبني على المرفوع في محل نصب إذا أجا مفرد. واضح؟ دير بالك إذا أجا مفرد أو نكرة مقصودة. المنادى في الأصل مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أنادي أو أدعو، وهذا الفعل لا يظهر مطلقا، ينوب عنه حرف النداء ويعمل عمله. توضع الفاصلة بعد المنادى، ما تنسوا. نماذج إعرابية: يا قائل الحق، يا حرف نداء مبني على السكون، قائل منادى منصوب علامة نصب الفتحة، الحق مضاف إليه مجرور. يا أبا علي منادى منصوب علامة نصب الألف أسماء الخمسة وهو مضاف، علي مضاف إليه. يا متكبر، يا حرف نداء مبني مائل من الإعراب، متكبر منادى مبني على الضم في محل نصب. يا صاحبي، طلع يا حرف نداء، وصاحبي منادى منصوب علامة نصب الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. يا مسلمون، مسلمون منادى مبني في على الواو
ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب، ما تنسوه في محل نصب. نطلع على التدريبات مع بعض. تدريب 1: نستخرج المنادى فيما يأتي ونبين نوعه. يا إبراهيم، إبراهيم المنادى نوعه علم مفرد. يا متسرع، متسرع المنادى نوعه نكرة مقصودة. يا طالب العلم، هذا مضاف. يا راكبين عتاق الخيل، راكبين شبيه بالمضاف. تدريب 2: نستخرج المنادى في كل مما يأتي ونبين حكمه. يا فلسطين، فلسطين المنادى مبني على الضم في محل نصب علم مفرد. أيا أم الأسير، أم الأسير أم منادى منصوب علامة نصب الفتحة مضاف، والأسير مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. يا قوم، قوم منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. يا مطيعا، مطيعا هنا منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة لأنه شبيه بالمضاف. مناضلين أيضا منادى مبني على الألف. ليش؟ لأنه مثنى في محل نصب نكرة مقصودة. نحول المنادى الشبيه بالمضاف إلى منادى مضاف ونضبطه بالشكل: أيا واسعا صدرا سيجزيك الله خيرا، يا واسع الصدر سيجزيك الله خيرا. يا قائدا السيارة لا تتهور، يا قائد السيارة لا تتهور. يا قارئا، يا قارئ الكتب الأدبية أتحفنا بطرائفها. يا بانيا، يا باني، شايف كيف ولا أسهل منه. يا ضاحكا، يا ضاحك السن قد أسعدتنا بابتسامتك، ضاحكة هي. تدريب 4: كون جمل من إنشائنا تشمل على ما يأتي. منادى علم مفرد: يا ماجد حافظ على النظام. منادى مضاف: يا فاعل الخير. منادى شبيه بالمضاف: يا سامعا النصيحة. منادى نكرة مقصودة: يا فتاة لا تنسي ذكر الله. تدريب 5: أمعلم الأجيال أبشر بالفوز. أمعلم اللي هو حرف نداء مبني على الفتح ما له محل من الإعراب. معلم منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وهو مضاف. أي صالح، صالح منادى مبني على الضم في محل نصب. بائع منادى مبني على الضم في محل نصب. السلع مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبعدها عنا التشبيه هون. طيب يحذف من التشبيه أداته اللي هي الكاف أو كأن، وقد يحذف وجه الشبه وهو الشيء المشترك بالمقارنة، وقد يحذف الاثنان زي وجه الشبه والأداة، وهذا بنسميه تشبيه بليغ. إذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه يسمى تشبيه بليغا زي الجندي أسد. مش بنقول كأن الجندي أسد، لا بدنا نحذف بس هاي الجندي أسد بهذا الشكل. ديروا بالكم عليه. نطلع مع بعض على التدريبات. نوضح أركان التشبيه ونبين المحذوف منها. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. المشبه الجوار المنشآت، المشبه به الأعلام. الأداة الكاف. وجه الشبه محذوف. يعني في وجه الشبه؟ أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. أنت المشبه، النجم المشبه به. الأداة فيش أداة. وجه الشبه هي في الرفعة والضياء. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل النعس. شو بيحكي؟ طيب اللي هو النشر ومسك الشي. لذة صوته لا شوي هم نشوف. كأن هي أداة التشبيه. لذة الصوت المشبه به. سنة اللي هي وجه الشبه. هاي هي فكرة. 3 بس هذول تمام. في كمان؟ لا بس 3 هذول. أيوة هيا هون. تدريب 2: نحول التشبيهات الآتية تشبيهات بليغة. الفتاة كالزهرة حسنا. الفتاة زهرة. المال كالسيف نفعا وضررا. المال سيف. الرجل أسد. العلم نور. محمد نمر. هذا هو التشبيه البليغ. تدريب 3: نستخرج أركان التشبيه فيما يأتي. هون المشبه قصور والكواكب والأداة الكاف. وجه الشبه البريق والضوء. الماء اللجين المشبه به كأن والصفاء. نظرة ولهيب النار. أشبه والتوقد. وليل الصبح وكأن وفي الحسن. العمر الضيف والطيف. الضيف والطيف زي الكاف.
وسرعة المرور. تدريب 4: نكون تشبيهات بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها. السيارة كالبرق في سرعتها، الكتاب كالصديق الذي لا يمل، الحصان كالصاروخ في سرعته، الصديق كالأخ وقت الشدة، المعلم كالأب في عطائه وتربيته، المنافق كالخنجر في ظهور زملائه. وهيك بضل عنا التعبير، كتابة الكلمات وإلقائها. أعطي إنك مقدمة بدك تسوي كلمة تقرأها، أعطي مقدمة وبعدها حط الموضوع وأعطي الخاتمة. وهي مثال على على كلمة بدك تلقيها. هاي ألقيت في حفل تكريم معلم بلغ السن القانونية للتقاعد. وهاي هي كل الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنشوفكم إن شاء الله في درس قادم، ودرسوا منيح. إلى اللقاء.